شكون فيكم ما صراتلهاش كاش مرة تجي طيب وتلقى كل واحد في الدار واش تشهى؟ واحد تشهى البطاطا، الثاني تشهى التكتوكة، الثالث تشهى البيتزا. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم وصفة اللي تلاقيهم بين ثلاثة. رايحين نديروا بطاطا كوشة بالذوق تاع البيتزا، يعني مكونات بسيطة نلقاوهم في كل دار، كي نلاقيوهم نتحصلوا على وصفة تهبل. المهم كيما راكم تشوفوا هنا عندي البطاطا، الكميه على حساب العائله، نقطعوها برك رقيقه يعني باش تطيب لنا ليه. نديروا عليها سيقان تاع المعدن البنه. التوابل عندنا الملح، التوابل تاع الشاورما، فتات تاع زعتره، زرعه البسباس وفلفل كحل وشويه برك تاع الثوم بودره. المهم هاد التوابل يعطونا بنه مميزه لهاد الكراطه. هنا دوكا درت يعني كلش كيف كيف من فوقه. من بعد ندير الدرسه تاع الفلفل الحار الخاصه بالمرقه البيضاء اللي نخدموها بالفلفل الحار الاخضر ولا الفلفل الحار الاصفر. المهم هذا واش ديروا، تشدوا هذاك الفلفل الحار تفوروه، من بعد تخلوه يقدر ليله كامله، من بعد ترحيوه، تصفيوه من القشره ديالو وتحطوه في باطه تغطوه بالزيت. وانتم تحصلتوا على اروع درسه تاع الفلفل الحار الخاصه بالمرقه البيضاء. المهم الوصفات بالتفصيل تاع هذا الدرسات راني دارتهم لكم في قناتي الاولى في اليوتيوب. المهم هنا نجو نكملوا باقي المقادير. نديروا الفلفل الحلو يعطينا بنه هايله، نحسوا للبنه تاع تكتوكه للبنه تاع الظلمه، يعني يعطينا بنه تهبل. نديروا تاني الشرائح تاع الطوماطيش تاع الحب، عادي نستفوهم من فوق. نديروا تاني البصل مقطع رقيق رقيق مع الثوم. تقدروا ديروا البصل الرقبي اذا كنتوا مثلا في الشتاء ولا في الربيع يكون كاين البصل هذاك الخضر طويل. تقدروا ديروا البصل الاحمر ولا البصل الابيض. البصل الابيض يتمشى بزاف مع هاد الكغاطه، خاطرش عنده واحد الحلاوه مميزه، يعني ماشي قاطع كيما البصل الاحمر. تقدروا تاني حتى ديروا لا سيبولات اللي هي الثوم المعمر، تتبع هكذا ربطات يكونوا فيها كيما السيقان تاع البصل الاخضر لكن تكون رقيقه، تعطي تاني بنه هايله في هاد الكغاطه. نديرو تاني الزيتون الاخضر، زيتون الكحل. المهم واش عندكم في الدار تقدروا ديروه من الفوق. تقدروا حتى ديروا لي زونشوا من الفوق تاني يعطوكم بنه تهبل. هنا انا مرقت بالمرق تاع الدجاج اللي خدمته في الدار. تقدروا تخدموه بلي كاركاس تاع الدجاج، يعني اي عظام عندكم في الدار. تقدروا تشروا كيلو تاع الرقابي تاع الدجاج راهم يديروا 5000 الكيلو. تنقوهم تغسلوهم بالطبع بالملح والخل، يعني تشلوهم بالطبع، من بعد تحطوهم يتقلوا في طنجره ياخذوا تحميره شابه. من بعد تمرقوهم ديروا يا لو كان الملح برك. من بعد يعني كي تطلقوا كامل البنات ديالهم في هذاك الماء تصفيوه. الماء هذاك تمرقوا به هاد الكغاطه. الفتات هذاك تاع الدجاج ممكن تضيفوه في هذه الوصفه، ممكن تخلوه الوصفه واحده اخرى. المهم نشدوا الكغاطان ديالنا نغطوه بورق تاع الزبده ولا ورق الكرواسون، نزيدوا من الفوق الالومنيوم. من بعد ندخلوه للكوشه، نطيبوه حوالي نص ساعه هكذاك ولا 45 دقيقه على حسب الكميه تاع البطاطا، على 180 درجه باش نضمنوا يعني باللي هذيك البطاطا طيب كيما يلزم. من بعد نخرجوا هذيك السنيوه نحيو لها هذاك الغطاء ديالها تاع الكارط. من بعد نديروا شويه برك تاع الجبن المبشور ونعاودوا نردوها للكوشه، نخلو هذاك الجبن يذوب عليها وياخذ تحميره شابه ونخرجوها. المهم المرقه ديالها تكون قيس قيس، البنه ديالها تكون تهبل، ويعني وصفة صيفية بامتياز. نتمنى تجربوها لأنه أكيد راح تعجبكم وراحين تعودوها. ما تنسونيش برك بالتفاعل مع الفيديو. تلقاو إن شاء الله في الفيديو المقبل بإذن الله، وابقى على خير.